حتى تكون بها عبرة. اي يعني من أغرب القصص. ابي يتعاطى، أبي يتعاطى. متزوج 2 المهم. فمرته الثانيه زعلت، قفل يقول لها زوجته الاولى انت خليتيها تطلع من البيت. حكي عادل، انت سويتي لها سحر. ابنه الساعه 11 و59 دقيقه و59 ثانيه، عمره 17 سنه. الساعه 11 الصبح رجع من المدرسه، لقى ابوه حاط امه بحضنه وبالمسدس، هاي اذنها مشلوعه، عينها طالعه، سنونها موقعهن، ويريد يقتلها. اجى شرد امه شردت، رمى عليها طلقه، الابن حرفها الاولى، الثانيه حرفها، شردت الام. جاي يتلاوى ويا ابو ياخذ المسدس، قوم يطلع طلقه وقتلي الاب. قتلي الاب. اي زين هذا بالغ. تكيفت الماده 406 اولا الف دال، اعدام شنقا حتى الموت، الفرع قتل الاصل. شو تسوي؟ الله. طفل يريد ينتحر بالسجن بالتوقيف، لين رادوا يتحرشون به. جيت ب3 بالليل ومركز الشرطه نقيب علي قطوف تحياتنا له، ما كان مقصر وادى واجبه وفتح دعوه وادى بذولا. المهم مو هذا موضوع. بالمساجين؟ اي. ايش سويت؟ 32 طلب قدمت له. اخر شيء انا ايش معتمد انه الاب يتعاطى، جاي يتعاطى وسوى هذا الفعل، هذا يعتبر عنصر مخفف. المواد اللي هي 43 44 45 411 405 ذني المخففات، القانون العقوبات رقم 111 سنه 1969. فذني من المخففات. اجاني التقرير الطبي يقول الاب ما يتعاطى. زين هنا بعد هذا شلون بيشال؟ راحت الدعوه مني. وعليش اقول لك المحامي لازم يعرف كل شيء. سويت؟ رحت بحثت الاميتافيثامين، الماده الكريستال، وين تطلع؟ اي طلعت بالادرار. زين هذا ميت، ما انتشر التقرير يلا طلع، منين اجيب ادراره؟ رحت بحثت، خابرت اطباء وعن قرأت عن الصحه العالميه، عن موضوع المخدرات، عن جدولها، عرفت هاي المواد تبقى بالعظام الطويله وبالشعر وبالاسنان. جيد. قدم الطلب للمحكمه، فتح القبر. جيد. فتح القبر وخذنا عينات، وطلع الاب يتعاطى، وكان متعاطي كميات كبيره، وصار عنده تسمم، وكان فاقد للادراك، وصار هذا الحادث. الولد انحكم سنه. حلو. هو قضى 8 اشهر. حلو. بقى على شهر وطلع. ما شاء الله. بس هذا انتصار. اي هذا هنا انا باوع. حط هنا قدامي مفتاح مال الغاز مال قطر. والام من تحضني من ابنها يطلع افراج وهو مظلوم. اذب هاي اتمسك بهاي. ايش كم مره صارت عندك هاي الحاله؟ ولا مره ما صايره عندي. ولا مره ما صاير عندك؟ ايه. انا العالم انا اقدر هسه اشتري عماير اذا اكذب، بس انا ما اكذب. انا العالم تجي يمي وتشرد، لان اقول لهم ابنكم ينحكم هالقد بعد ما اقرا الدعوه. اقول لهم المحامي ليس واجبه تحقيق غايه، واجب المحامي بذل الجهد والعنايه بموجب قانون المحاماه. انا مو واجبك تخفف العقوبات؟ مو اخفف. انا هسه لو عايف التقرير الطبي هذا ينحكم لو اعدام لو ما ينحكم. جهد والعنايه قريت، الجهد والعنايه تابعت. ايش قد اخذ منك وقت هذا القضيه كلها؟ اي التقرير 8 اشهر اشتغل. 8 اشهر. اوف. هذا الالمام بالمواد القانونيه وبالقانون بشكل عام، القانون العراقي اللي انت هسه بيه، شو يحتاج للمحامي الشاب او المبتدئ حتى يحفظ كل هاي المواد وحتى يصير عنده المام؟ شلون يبدي هاي الخطوات الاوليه اللي انت بديتها واللي وصلت انت ما وصلت الها لهذا اليوم؟ اول شغله لازم ما يباوع للمحاماه دكان اكيد. ما يباوع، اريد فلوس، يشتري كتب. فلوسها حلوه المحاماه؟ تروح لا تحترق. ليش؟ لان اولا لازم تكون يعني صاحب كاريزما، تصرف على نفسك، صرفياتك هواي. يعني انا اذا ادخل المحكمه اذا اشرب شاي او مي لازم انطي 5000. انا الجراجيه اذا 3000 5000. جيد. هاي باب من الابواب. الثاني الباب يعني بيها صرف وهواي. ابو زياد ساله عباس حمزه الله يرحمه، قال له انت المال اللي بجيبك مال ظالم او مظلوم؟ فكان جوابه دبلوماسي الله يرحمه بوقتها. فانا هم راح اكرر هذا السؤال، المال اللي بجيبك مال ظالم او مظلوم؟ باوع هو اذا ما يكتسب القرار الدرجه القضائيه ما نعرف انه هذا ظالم او مظلوم، لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. اكيد. هاي باب. الباب الثاني انا الحمد لله اتحقق. عندك مجسات خاصه تحسس؟ طبعا. انا الحمد لله بفضل الله ما دخل لي ربع دينار من ظالم.
يعني كله ويا المنظمة. شنو نوعية الظالم، أو شلون نقدر نعرف الظالم، أو من هو الظالم؟ الظالم هو ما يعرف أن الحق لك ويأكله. الظالم هو من يكون لديه سلطة ويكون جائر وديكتاتور. بالفترة الأخيرة صار عندنا ثقافة قانونية، تحس هذا الشيء؟ اي، الناس قامت تتوجه تتوعى مو بسبب كثرة الدعاوى والخصومات والمشاكل. اها. الإنسان العراقي ولا يفقه شيء بالقانون حتى يقع. يعني احنا من اخذ انتبايتك، انا من الزواج ما ابحث من اعقد على المذهب الجعفري ايش راح اخسر. يجيني هو هذا قانون، هذا يابا مو انت موقعكم بياله على روحك تعطي 10 ب10. انت مع ام ضد القانون الجعفري؟ انا مع وضد. مع وضد، ليش؟ مع بانه الماده 57 من القانون الاحوال الشخصيه السابق، هو مو سابق، بعده موجود حاليا. موجود. اي ما هو نافذ بعده يعني. احنا صار عندنا بدل ما نهرين صار 3. اها. مذهب الحنفي جيد. والجعفري اي القديم، وهذا المدونه الشيعيه الجعفريه. هسه قرأت قرار قبل شويه الولد 2 بالغين والبنات ما بالغات، واحده 2016 وواحده 2018 ما بالغات. انطوا الحضانه الاطفال الما بالغين للاب، وذولا ظلوا يم الام. يصير تفرق الاولاد الاخوه؟ لا. اذا هنا شنو القانون؟ قسم ظهر العائله. بس انا معه من سقط الحضانه من المطلقه اذا تزوجت. يعني ما يصير انا رجال شرقي بنتي عمرها 11 سنه وزوج امها موجود وكبير، وهي حلال عليه مو حرام. يعني طلقت الام يتزوجها لو ما يتزوجها. اذا واكو حالات هوايه تحرشوا بالاطفال. تمام. وهم انا ضد زوجة الاب. همينه انا مع ان تكون الحضانه مشتركه. مشتركه؟ اي. في حال كان مشتركه، في حال اذا كانت تفاهم. لا، مشتركه بموجب سلطه المحكمه والقانون. ان تكون الام مجبره ان يبيت المحظون عند والده يومان في الاسبوع في العطله. جي. ويمنع من السفر، لان هو بيد الولايه الجبريه يقدر ياخذهم ويسافر، الام ما تقدر تاخذهم وتسافر. فانا مع هذا الموضوع ان يبيت المحظون. شنو انا استشهد بالجبهه ومرتي ما تخلي امي وابوي يشوفون اولادي؟ تتذكر اول وقفه لك قدام القاضي؟ شلون كانت؟ خايف. ليش؟ ما طافي تجربه. عبالي انا راح احكي غلط. مع العلم المرافعه كانت اسطوريه. تتذكر شو كانت اول مرافعه؟ حرفيا احوال شخصيه اكيد. لا، بدائه. بدائه. اي. باوع موكلتي رايح عند طبيب تسوي عمليه. فحوصات ما يعني اتذكر بالضبط. خدرها وقعها على 180 مليون اذا حكيت. انا مو هنا المرافعه مالتي، انا على 180 مليون. هي مدرسه، اهلها ما يدرون. اجيت انا بداخل المرافعه. ايش يصير بالمجتمع؟ مواقعه ومبصمه على 188 مليون. اول شيء بصمها هي ونايمه حتى خاف ما تقبل من تقعد. بعدين بتهديد وبالتصوير وبالابتزاز وقعت. زين، دخلت للمحكمه. المستند الكتابي حتى لو تكه ما قاعد كاتب عليها انا مدين الرضا مليار، انا مدين الرضا مليار. زين، هو توقيعها وبصمتها. شو تسوي؟ انا امام الشهود وامام المحكمه كان القاضي استاذ عدنان العنبقي الله يحفظه، من الاساتذه العمالقه، القضاة العمالقه بالقانون المدني العراقي. جيت الشاهد الاول ابو الصيدليه، الشاهد الثاني السكرتير. نعم. جيت لحد ما قال لي القاضي عندك سؤال للشاهد؟ قلت له لا. موكلتي جاي تعيط، قلت له استاذ اطلب اخراج موكلتي من الجلسه، والقاضي هو طردها. قال لي عندك سؤال؟ قلت له اي. لحد ما قلت له اي انا ما عندي سؤال، لان هذه العقود بموجب قانون الاثبات لا يطعن بها الا بالتزوير. زين، هي بالتزوير نايمه، ما مزوره، هي موقعه ومبصمه. موقعه ومبصمه. المهم باوعت، تبيت على عدد الدعوه المبلغ. سالت الشاهد الاول قلت له المبلغ كان دولار لو عراقي؟ قال عراقي. قلت له بجنطه لو بعلاقه؟ قال بجنطه. قلت له يا لون؟ قال اسود. قلت له حسبتهن؟ قال لا. طب الشاهد الثاني نفس الاسئله. دولار لو عراقي؟ قال دولار وعراقي. جنطه؟ قال لا. قونيه. شنو هنا؟ قانون الاثبات يقول اذا ثبت هنالك تناقض لا يسمع من المدعي دعواه. ردت الدعوه. هاي اول مرافعه لي. ولا تنسى.
شنو اذا تسمي العداله اليوم بالعراق؟ الوصف الحقيقي لها. العداله، اسالني شنو الفرق بين الحق والعدل؟ اها، هذا السؤال انا احبه. جيد. شنو الفرق بين الحق والعدل؟ جيد. العدل انا اطلب رضا مليون، اذا ما عندي مكاتبه يسقط حقي، بس يتوجه اليمين الي. تمام. مدعى عليه اذا قال رضا، اذا حلف كلام الله او الانجيل او التوراه او الزبور حسب الكتب المقدسه المعترف بها بالقانون، اذا قسم. شو يحتاج للمحامي الشاب او المبتدئ حتى يحفظ كل هاي المواد وحتى يصير عنده المام؟ شلون يبدي هاي الخطوات الاوليه اللي انت بديتها واللي وصلت انت ما وصلت لها لهذا اليوم؟ اول شغله لازم ما يباوع للمحاماه دكان اكيد. ما يباوع اريد فلوس، يشتري كتب. فلوسها حلوه المحاماه؟ تروح لا تحترق. ليش؟ لان اولا لازم تكون يعني صاحب كاريزما، تصرف على نفسك، صرفياتك هواي. يعني انا اذا ادخل المحكمه اذا اشرب شاي او مي لازم انطي 5000. انا الجراجيه اذا 3000 5000. جيد. هاي باب من الابواب. الثاني الباب يعني بيها صرف هواي. ابو زياد ساله عباس حمزه الله يرحمه، قال له انت المال اللي بجيبك مال ظالم او مظلوم؟ فكان جوابه دبلوماسي الله يرحمه بوقتها. فانا هم راح اكرر هذا السؤال، المال اللي بجيبك مال ظالم لو مظلوم؟ بابا هو اذا ما يكتسب القرار الدرجه القضائيه ما نعرف انه هذا ظالم او مظلوم، لان يعني المتهم بريء حتى تثبت ادانته. اكيد. هاي باب. الباب الثاني، انا الحمد لله اتحقق. عندك مجسات خاصه تحسس؟ طبعا. انا الحمد لله بفضل الله ما دخل لي ربع دينار من ظالم. يعني كله ويا المظلوم. شنو نوعيه الظالم او شلون نقدر نعرف الظالم او من هو الظالم؟ الظالم هو ما يعرف ان الحق لك وياكله. الظالم هو من يكون لديه سلطه ويكون جائر وديكتاتور. بالفتره الاخيره صار عندنا ثقافه قانونيه تحس هذا الشيء؟ اي. الناس قامت تتوجه تتوعى مو بسبب كثره الدعاوى والخصومات والمشاكل. اها. الانسان العراقي هو لا يفقه شيء بالقانون حتى يقع. يعني احنا بناخذ انتبايتك. انا من الزواج ما ابحث من اعقد على المذهب الجعفري ايش راح اخسر. يجيني هو هذا قانون هذا يابا، مو انت موقع كمبياله على روحك تعطي 10 ب10. انت مع ام ضد القانون الجعفري؟ انا مع وضد. مع وضد. ليش؟ مع بانه الماده 57 من القانون الاحوال الشخصيه السابق، هو مو سابق بعده موجود حاليا. موجود. اي ما هو نافذ بعده يعني. احنا صار عندنا بدل ما نهرين صار 3. اها. مذهب الحنفي. جيد. والجعفري. اي. القديم. وهذا المدونه الشيعيه الجعفريه. هسه قرأت قرار قبل شويه الولد 2 بالغين والبنات ما بالغات، واحده 2016 وواحده 2018 ما بالغات. انطوا الحضانه الاطفال الما بالغين للاب وذولا ظلوا يم الام. يصير تفرق الاولاد الاخوه؟ لا. اذا هنا شنو القانون؟ قسم ظهر العائله. بس انا معه من سقط الحضانه من المطلقه اذا تزوجت. يعني ما يصير انا رجال شرقي بنتي عمرها 11 سنه وزوج امها موجود وكبير. وهي حلال عليه مو حرام. اذا طلقت الام يتزوجها لو ما يتزوجها. اذا واكو حالات هوايه تحرشوا بالاطفال. تمام. وهمينه انا ضد زوجة الاب. همينه انا مع ان تكون الحضانه مشتركه. مشتركه؟ اي. في حال كان هاي مشتركه، في حال اذا كانت تفاهم. لا، مشتركه بموجب سلطه المحكمه والقانون. ان تكون الام مجبره ان يبيت المحظون عند والده يومان في الاسبوع في العطله. جي. ويمنع من السفر لانه هو بيد الولايه الجبريه يقدر ياخذهم ويسافر، الام ما تقدر تاخذهم وتسافر. فاني مع هذا الموضوع ان يبيت المحظون. شنو انا استشهد بالجبهه ومرتي ما تخلي امي وابوي يشوفون اولادي؟ تتذكر اول وقفه لك قدام القاضي؟ شلون كانت؟ خايف. ليش؟ ما طاب هيك تجربه. عبالي انا راح احكي غلط. مع العلم المرافعه كانت اسطوريه. تتذكر شو كانت اول مرافعه؟ حرفيا. احوال شخصيه اكيد. لا بدائه. بدائه. اي. بابا موكلتي رايحه عند طبيب تسوي عمليه. فحوصات ما يعني اتذكر بالضبط. خدرها وقعها على 180 مليون اذا حكيت. انا مو هنا المرافعه مالتي، انا على 180 مليون. هي مدرسه، اهلها ما يدرون.
جيت انا بداخل ايش المرافعه يصير بالمجتمع؟ مواقعه ومبصمه على 188 مليون. اول شيء بصمها هي ونايمه حتى خاف ما تقبل من تقعد. بعدين بتهديد وبالتصوير وبالابتزاز وقعت. زين دخلت للمحكمه. المستند الكتابي حتى لو تكه ماجي قاير كاتب عليها انا مدين الرضا مليار، انا مدين الرضا مليار. زين هو توقيعها وبصمتها. شو تسوي؟ انا امام الشهود وامام المحكمه كان القاضي استاذ عدنان العنبقي الله يحفظه، من الاساتذه العمالقه القضاة العمالقه بالقانون المدني العراقي. جيت الشاهد الاول ابو الصيدليه، الشاهد الثاني السكرتير. نعم. جيت لحد ما قال لي القاضي عندك سؤال للشاهد؟ قلت له لا. موكلتي جاي تعيط، قلت له استاذ اطلب اخراج موكلتي من الجلسه، والقاضي هو طردها. قال لي عندك سؤال؟ قلت له اي. لحد ما قلت له اي انا ما عندي سؤال، لان هذه العقود بموجب قانون الاثبات لا يطعن بها الا بالتزوير. زين هي بالتزوير نايمه ما مزوره، هي موقعه ومبصمه. موقع مبصمه. المهم باوعت تبيت على عدد الدعوه المبلغ. سالت الشاهد الاول قلت له المبلغ كان دولار لو عراقي؟ قال عراقي. قلت له بجنطه لو بعلاقه؟ قال بجنطه. قلت له يا لون؟ قال اسود. قلت له حسبتهن؟ قال لا. طب الشاهد الثاني نفس الاسئله. دولار لو عراقي؟ قال دولار وعراقي. جنطه؟ قال لا. قونيه. شنو هنا؟ قانون الاثبات يقول اذا ثبت هنالك تناقض لا يسمع من المدعي دعواه. ردت الدعوه. هاي اول مرافعه لي. ولا تنسى. شنو اذا تسمي العداله اليوم بالعراق؟ الوصف الحقيقي لها. بقى العداله اسالني شنو الفرق بين الحق والعدل؟ هذا السؤال انا احبه. جيد. شنو الفرق بين الحق والعدل؟ جيد. العدل انا اطلب رضا مليون، اذا ما عندي مكاتبه يسقط حقي، بس يتوجه اليمين الي. تمام؟ المدعى عليه اذا قال رضا، اذا حلف كلام الله او الانجيل او التوراه او الزبور حسب الكتب المقدسه المعترف بها بالقانون، اذا قسم قال انا ما مطلوب راح حقي، راح رضا، يعني المليون يمه وانا ما احصل شيء. جيد. الحق شنو؟ هذا العدل. جيد. هذا قانون، هذا مو صوت رضا او صوت حسين، هم ما يعرفون، لازم جيد. هم يروحون يتكاتبون. الحق انا اطلبك مليون، اذا عندي مكاتبه وما عندي مكاتبه لازم تعطيني يعني. هذا الحق الالهي. هذا الحق من شنو نابع؟ هذا من سلطه السماء. وايضا نقدر نقول هي اخلاقيه او طبعا من وجه صفة. اليمين. انا من انطيتك، انا كنا احنا احباب، من ردتهن صرنا مو احباب. لذلك تدعو الناس اللي ينطي فلوس لازم المكاتبه حتى بين الاخوه. حتى بين الاخوه. نعم، واكو مانع ادبي ويقدر بالشؤون. هاي العزيز شايف قصص على الدين والتداين. انا بالمناسبه البداءه، محكمه البداءه اصعب من الجنايات. أصعب؟ مال، لان انا اذا اقول يصرف الشيك الى رضا او احمد المياحي او اي واحد منهم يحضر يصرف الشيك، اذا قلت يصرف الشيك لرضا واحمد المياحي يجب ان يكونان هما حاضران بالجمع، يعني واثنيناتهم يكونون موجودين. هذا حرف الالف. جي. او هل العداله مطبقه مثل ما نتخيلها او نسمع عنها على ارض الواقع؟ العداله قلت لك مو مطلقه، نسبيه. ليش؟ لان القاضي يحكم بما يرى من اوراق وليس القاضي بقانون التنظيم القضائي لا يحكم بعاطفته. ترى بالمناسبه القاضي اذا جوعان ما يصير يحكم. اذا جوعان؟ واذا عصبي او مزاجه متعكر؟ شنو اللي يحتاج لك حتى تصير قاضي؟ ما يحتاج. وعندك طموح؟ لا ما اطمح. انا اتشرف ان اكون محاميا. واتشرف ان اكون قاضيا، ولكنني مستمتع بما انا عليه. مستمتع بالشلعان قلب هذا وبهاي هو مو بس شلعان قلب، بس هو يونس. يعني انا اليوم باستئناف الكرخ، الاحد انا بالرصافه، الاثنين انا بالحله، الثلاثاء انا بتكريت. كل ديره لك بها. طبعا انا مفتر العراق كله. كل محافظات العراق انا داخلها. هاي الونسه تشوفها طبعا بالدراما
دور الافوكادو او المحامي او ماكو مفقود بالعراق للاسف. ليش ما عندنا؟ المصريين هوايه، اكو ما هوايه. شوفوا اخر مسلسل اسمه نعمل افوكادو، نعمل افوكادو، حسن سبانه، ورد وشوكولاته، هوايه كلش هوايه. هاي مال حاله خاصه، هوايه احب. هوايه البارحه حاله ختمت خاصه مسلسل اكيد كان حاله خاصه البيتا واحد وصار محامي. لكن ليش بالعراق ما عندنا هالتصور هذا، او ماكو اهتمام؟ تحياتي للمخرج الكبير الرائع علي فاضل. تحياتي. صار تواصل على اساس نقعد ان احكي له مواضيع وقصص وتفاصيل وقوانين، بس للاسف ما كمل. انا اتمنى من عنده. تتذكرون دور علاء الابراهيمي، تحياتنا له، من طلع محامي ايش قد جاب تفاعل وايش قد حبته الناس. محامي يعني هو عباره عن انت داخل بكل المجتمع. يعني انا حكيت لك 5 قصص، مو زين هاي مال الكتل ابوه ما يصير مسلسل؟ ليش هسه مو هذا مال هسه مسلسل جديد برمضان راح ينعرض 3 مسلسلات قانون. المجتمع يحب المحامي اللي يحتاجه. اذا ما احتاجه ما يحبه. بس اذا كان مثلي ملم، يروح مثلا مهرجان شعر، يساعد واحد محتاج، يناشد، يشارك، يحب الفن، يحب الغناء، يحب الوطن، يحب الناس، راح ينحب قبل ما تحتاج. انا هواي شباب يقولون احنا مؤثرين به. ايدك فارغه من الحلقه ابو علي. هي يا رضا، ليش لحد الان ما شفت الحلقه بايدك، رغم انه احنا اعمارنا متقاربه وبعد احنا استحقيت، يعني انت مستحق وبجداره. انا هسه عندي اولاد 2. بالمناسبه انا عايش وحدي ترى. عايش وحدك يعني عندي سكن منفرد الحمد لله، ماشيه الامور. عندي شركه مال محاماه، عندي سيارتين. جيد، الله يزيدك. الله يسلمك. وبعد شو متاني يعني؟ متاني اني يدق قلبي. لحد الان بعدك ما دق قلبك؟ ممكن يدق قلبك على محاميه زميله؟ ليش لا؟ محامي ياخذ محاميه ليش لا؟ ترهم؟ بس ما راح يقدر يكذب عليها. لك ايش راح تعرف؟ عندها كل ايوه هي تدري وين رايح مركز شرطه، ماكو هيك مركز شرطه بهذا المكان. نشوفك قريبا ان شاء الله، راح تعزمنا بزواجك. والله يعني مو انا تدري شنو اللي ماخذني؟ الصبح انا بالمحكمه، الظهر ارجع اتغدى يم امي وانام، ارجع لبيتي اقعد